السلام عليكم ورحمة الله. معايا شوية لبن قطعوا مني، لا يمكن هرميهم. كل مرة اللبن القاطع بعمل منه معجنات، المرة دي هعمل منه كيكة تحفة. تمام. معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوباية ونص سكر، كوباية لبن قاطع او رايب او زبادي، وكوباية سمنة على زيت نص ونص، وشوية فانيليا، معلقة كبيرة بيكنج باودر او 15 جرام، 3 كوبايات دقيق. طبعا الدقيق منخول. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنروح على العجان بتاعنا او المضرب الكهربائي ده او ده، الاتنين واحد. هنحط فيها كوباية ونص سكر و4 بيضات ورشة فانيليا، ولازم نفضل نضرب فيهم لحد ما يعملوا فوليوم عالي شوية والبيض يفتح جدا، والسكر اتأكد انه داب كويس جدا. السكر طبعا حبيبات مش باودر، نقدر نستخدم اي نوع سكر، حتى سكر تموين هينفع عادي جدا. نحط معاهم بقى رشة الفانيليا ونبدأ نضرب. انا عايزة بس الخليط يفتح عشان اتأكد ان السكر داب، وعلشان يدخل شوية هوا بس في الكيكة، مش زي الكيك الاسفنجي لازم يبقى عامل فوليوم عالي جدا والحجم يتضاعف يبقى الخليط سميك. لا، لان احنا اول ما هنحط المواد السائلة كل ده هيهبط شوية. انا بس عايزة شوية فوليوم اهو. بصوا لونه فتح ازاي، لكن لسه سايل عادي. هبدأ بقى انزل السمنة والزيت واللبن الرايب. كب مني شوية على الرخامة، انا اسفة جدا يعني، خدتش بالي في الاول، همسحهم بس بعدين. خلاص كده انا حطيت السمنة والزيت وهبدأ بقى اخلط. انا مش هضرب اعمل فوليوم تاني ولا حاجة، انا بس عايزة اخلط بقية المكونات مع بعض. فضربت بس ضربتين كده. اول ما اتأكدت ان السمنة والزيت خلاص ساحوا جوه الخليط او دابوا يعني، هنزل بكوباية اللبن الرايب. يعني انت لو ما عندكيش لبن قاطع تعمليها بلبن رايب، ما عندكيش لبن رايب هتعمليها بكوباية زبادي عادي جدا، اي حاجة. تمام. اللفة كمان زي ما انتوا شايفين، وهطفي على طول وهبدأ اشتغل بايدي، لان اللي فاضل الدقيق. اول ما اطفي العجان او الخلاط وابدأ اخلط المكونات اللي فاضلة بايدي، هكون ولعت الفرن على درجة حرارة 170. ببقى محتاجة الفرن يكون سخن، بس مش سخن جدا ومش والع بقاله كتير عشان الكيك ما يهبطش لما يدخل الفرن. هنزل الخليط على مرتين واتأكد ان انا بقلب كويس جدا، وبجيب من تحت ومن الجناب زي ما انتوا شايفين، عشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات في الدقيق موجودة. لازم الدقيق يدوب كويس جدا. فهنزل الخليط على مرتين على 3 مش هتفرق، واقلب كويس بطريقة دائرية. حطيت بقية الخليط وانا مجهزة الصينية بتاعتي ومسحة فيها مسحة سمنة او زيت وعليها رشة دقيق، اي حاجة. بس لازم اتأكد ان انا غلفت الصينية كويس جدا عشان الكيك ما يلزقش فيها. تمام. وانا زي ما قلت لكم ولعت الفرن خلاص على درجة حرارة 170. انا بوريكم ان الخليط خلاص تجانس جدا ومفيش اي تكتلات ومفيش اي حاجة فيه. بالراحة كده هنزل الخليط، باجي في نص الصينية وبخلي ايدي قريبة من الصينية، ما برفعش ايدي قوي عشان ما طلعش منها الهواء اللي انا دخلته. الصينية اللي هحط فيها الخليط لازم يبقى الكيك واصل لنصها بس. هتاخد في الفرن حوالي نص ساعة لحد ساعة الا تلت، وهتطلع زي ما انتوا شايفين. لازم تعمل الشق اللي في النص اللي فاتحة دي معناها ان هي كده تمام واستوت وكل حاجة كويسة جدا. هي هنا كانت سخنة مولعة، لكن انا حبيت اقطعها عشان اوريها لكم من جوه عاملة ازاي. كيكة في منتهى السهولة والبساطة، ما خدتش مني وقت خالص خالص، وكمان ما رميتش اللبن اللي قطع. دي اهم حاجة، نحاول على قد ما نقدر ما نرميش حاجة ابدا يا جماعة. بصوا انا هوريها لكم من جوه عاملة ازاي، خفيفة وطرية وهشة وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو، انا رندا ودي قناتي، ما تنسونيش في اللايك والشير.